Shh, Bella, don't tell! Mamma mia, not the kitty. Why you gotta smile like that? Why you gotta smile like Mona? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا أشرف إبراهيم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع يخلي عيولك تتسع زي اللي بيبص على لوحة قديمة وهو مش مصدق إنه بيتحرك فيها حاجة. الموضوع ده عن لوحة الموناليزا، أو زي ما بيسموها الست اللي عيونها متبعاك في كل حتة، أو الابتسامة الغامضة اللي بتخلي الواحد يحس إنه تحت المجهر. لو بصيت حواليك دلوقتي هتلاقي إن اللوحة دي مش بس في المتاحف، هي في الأفلام والكتب والحكايات اللي بنسمعها كل يوم. بس السؤال المهم، ليه عيون الموناليزا بتبص عليك زي ما انت بتبص عليها؟ وهل ده فعلا سحر فني ولا مجرد خدعة بصرية؟ خلينا نخوض في اللغز ده سوا ونشوف الحقيقة ورا اللوحة اللي بقت أيقونة عالمية، وهل هي فعلا مليانة أسرار زي ما الناس بتقول؟ يلا بينا، يا رب تكون الحلقة دي ممتعة ومفيدة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول، تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع وهنبدأ من الأول علشان نفهم السر الكبير ده. إيه هي الموناليزا أصلاً؟ لو عايزين نفهم اللغز ده من أوله لازم نعرف إيه هي الموناليزا وبتعمل إيه في عقولنا. ببساطة الموناليزا دي لوحة زيتية على لوح خشب الباتولا، رسمها العبقري الإيطالي ليوناردو دافنشي في أوائل القرن السادس عشر، حوالي سنة 1503 لحد 1506، وهي موجودة دلوقتي في متحف اللوفر في باريس. اللوحة صغيرة نسبياً، أبعادها حوالي 77 سنتيمتر طول و53 سنتيمتر عرض، يعني مش هتاخد مكان كبير في الصالة. بس تأثيرها عملاق. الست اللي في اللوحة دي اسمها ليزا جيرارديني، زوجة تاجر حرير إيطالي غني اسمه فرانسيسكو ديل جوكوندو، وده اللي خلى اسمها لا جوكوندا بالإيطالي، أو الموناليزا زي ما بنقولها بالفرنساوي، معناها السيدة ليزا. الكلمة مونا دي اختصار لمادونا، يعني سيدتي، فهي السيدة ليزا. تخيل ست عادية من فلورنسا في إيطاليا، بس دافنشي رسمها بطريقة خلتها تبقى أشهر ست في التاريخ. اللوحة دي مش رسم عادي يا جماعة. دافنشي اللي كان عالم ومهندس وفنان في نفس الوقت استخدم فيها تقنيات ثورية، مثلا السفوماتو، وده أسلوب تدريجي في التلوين، يعني مفيش خطوط حادة أو حواف واضحة، كل حاجة متداخلة زي الضباب. والابتسامة اللي بتتغير حسب مزاجك، فرحان ولا متضايق. والخلفية ده منظر طبيعي متعرج، جبال وأنهار وطريق ملتوي بس مش حقيقي. دافنشي اختلقه من خياله، وده اللي خلى اللوحة تبدو زي نافذة على عالم آخر. ومفيش تاريخ دقيق لرسمها، بس الناس بتتفق إنها كانت هدية من فرانسيسكو لزوجته بعد ولادة ابنهم الثاني، وده فينشي رسمها في ورشته في فلورنسا. وده اللي خلاها تشتهر، لأنها في قلب تاريخ الفن النهضوي، وملايين الزوار بيزوروها كل سنة في متحف اللوفر في فرنسا، وهي بقت رمز للغموض والجمال. الاسم موناليزا ده مش قديم، هو اتاخد من كتابات مؤرخين زي جورجيو فاساري اللي كتب سيرة دافنشي سنة 1550 وقال إنها الموناليزا. بس قبل كده كانت الناس بتسميها الجوكوندا، اللي معناها السعيدة، بسبب ابتسامتها الهادية. بس اللي خلى الموضوع يبقى عالمي هو الغموض في عينيها والابتسامة اللي بتتغير حسب مزاجك، وده اللي هيخلينا نخوض في التفاصيل دلوقتي. ليه الموناليزا بقت مشهورة كده؟ لو رجعنا بالزمن شوية هتلاقي إن اللوحة دي اترسمت في القرن ال16، بس اللي شهرها عالمياً هو سرقتها سنة 1911 اللي خلتها عنوان في الصحف حوالين العالم. زمان كانت اللوحات زي دي في قصور الملوك، والموناليزا انتقلت من إيطاليا لفرنسا مع الملك فرانسوا الأول اللي اشتراها من دافنشي قبل موته سنة 1519، وبعد كده بقت ملكية فرنسية وفضلت في المتاحف. بعد الثورة الفرنسية بدأت اللوحة تتراكم شهرتها، يعني من سنة 1503 لحد دلوقتي في تقديرات بتقول إنها أكتر من 10 ملايين زائر بيزوروها كل سنة، وده معناه مليارات الناس سمعوا عنها. بس الحقيقة إن اللوحة دي مش أكبر لوحة في العالم ولا أغلى، بس الغموض خلاها أسطورة، وده اللي هيودينا لقصص شهيرة عن اللوحة.
القصص الغرائب الشهيرة في الموناليزا. يلا خلينا نحكي قصص حقيقية علشان نفهم ليه الناس مهووسة باللوحة دي. أول حاجة، في سنة 1911 يوم 21 أغسطس المتحف اللوفري مقفول يوم الاثنين زي العادة، وفينشينسو بيرجوجيا عامل إيطالي شغال في المتحف استغل الفرصة، شال اللوحة من الجدار، نزع الإطار التقيل، لفها في هدومه وخرج من باب الخدمة بدون ما حد يحس. اليوم اللي بعده الزوار لقوا المكان فاضي، وصحيت باريس على خبر سرقة الموناليزا. بحثوا شهور والشرطة اعتقلت ناس كتير، من بينهم حتى الشاعر الشهير جيوم أبولينير، بس مفيش دليل. تخيل لوحة صغيرة زي دي تخلي فرنسا كلها تقلب رأساً على عقب. اختفاء اللوحة دي استمر 2 سنين كاملين. بيرجوجيا خباها في شقة مهجورة في باريس، وبعدين رجع إيطاليا وعرضها على فنان إيطالي اسمه ألفونسو جيري وقال له اشتريها، اللوحة دي ملك إيطاليا أصلاً، ده بنش إيطالي. بس جيري بلغ الشرطة، وفي فبراير 1913 اللوحة طلعت في جريدة إيطالية، وبعد كده رجعت فرنسا بعد مفاوضات دبلوماسية كادت تكسر العلاقات بين البلدين. بيرجوجيا حكموا عليه بسنة حبس مشروطة، وقال في المحكمة سرقتها علشان أرجعها لبلدي، وكمان شبه حبيبتي اللي ماتت. وده خلى الناس تقول إن اللوحة دي مش بس فن، هي قصة حب وحنين. بس اللي خلي القصة غريبة إن مفيش جثث، قصدي مفيش أثر للإطار اللي اختفى، ولا حتى بصمات واضحة. دلوقتي هنتكلم عن الغموض اللي في اللوحة دي، ابتداء من ابتسامتها. ابتسامة الموناليزا الهادية الغريبة جدا اللي حيرت الباحثين على مر العصور. فيها حاجة مدهشة، لو انت سعيد وبصيت للوحة هتلاقي ابتسامتها بتدل على الفرحة وكأنها بتبتسم ليك، ولو انت حزين وبصيت للوحة هتلاقي ابتسامتها حزينة وكأن ابتسامتها انعكاس لحالتك النفسية. أكتر حاجة الموناليزا مشهورة بيها هي عينيها. وفي البداية خلينا كده ننوه عن إن عيون الموناليزا مش بتتحرك ولا حاجة زي ما بعض الناس متصور. كل الموضوع إنه أسلوب التجسيم اللي دافنشي استخدمه في اللوحة قدر بطريقة معينة في الرسم يخلي عيون الموناليزا ممتدة بزاوية 30 درجة. يعني إيه الكلام ده؟ بالعربي كده، لو أنت واقف قدام الموناليزا مباشرة هتلاقي عينيها بتبص على عينك مباشرة، وده عادي جدا. ولو بعدت عن الموناليزا ومشيت خطوتين لليمين على سبيل المثال وبدأت تبص مرة تانية هتلاقي برضو عينيها بتبص عليك مباشرة وكأنك واقف قدامها، وده كله بسبب أسلوب التجسيم اللي دافنشي استخدمه. مع العلم إن لو حضرتك بعدت عنها أكتر من 30 درجة مش هتلاقي عينيها بتبص ناحيتك ولا حاجة. اللوحة مصممة في حيز 30 درجة وبس، واللي بالمناسبة يعتبر حيز صغير على عكس ما البعض معتقد، وكأن مثلا عينيها هتخرج من اللوحة وتجري وراك. لكن في النهاية الفكرة نفسها عظيمة جدا، كون إن اللوحة تبصلك زي ما أنت بتبصلها ده في حد ذاته كان إنجاز. والمفاجأة دافنشي وصف ده قبل 500 سنة في مذكراته: الفن يجب أن يكون حياً يتحرك مع الروح. يعني النظرة دي بسبب الضوء، الابتسامة السطحية والعمق اللي بتتقلب النظرة زي ما حصل في 1911. الدكتور مارتن عالم فن قال إن اللوحة دي بتجمع 3 أو 4 تقنيات وبتخلي وهم عنيف، وده إعجاز لأن الفنانين اكتشفوا ال 3D في القرن ال21 بعد وفاة دافنشي ب500 سنة. إزاي عرف الوصف ده؟ ضوء، تدرج سطحي، عمق، غموض شديد. ده تشبيه لأعمال العبقرية، زي اللي بيغرق في الجمال وما يبقاش منه حاجة. يعني اللغز فني وعبقري ودليل على صدق الإبداع. وفي سنة 1956 حد حاول يلمي حمض عليها بس الإطار الزجاجي حماها. وفي 2009 لقيوا تحت الطلاء رموز غريبة زي إلفي، يمكن ليوناردو دافنشي، بس العلماء قالوا إنه تشكيل طبيعي من الفرشة. وفي 1974 كتاب الموناليزا ملكة الغموض باع ملايين. الخلاصة في النهاية عيون الموناليزا مش سحر خارق، هي مزيج من تقنيات فنية، خدعة بصرية، وإبداع دافنشي مع إعجاز فني مذهل. ولو عندك سؤال عن قصة معينة أو الإعجاز سيبه في الكومنتات وهنجاوب في الحلقات اللي جاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة اللي جاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.